ساعات بلاقي امهات بتسأل كده او بعتلي على الواتساب: يا دكتور الدواء ده ينفع لعمر سنة؟ هو الشرط الوحيد عشان ادي طفل دواء ان هو يكون مناسب لعمره؟ يعني مفيش اي تفاصيل تانية؟ طيب يا ست، الدواء ده ينفع في عمر السنة، مش ممنوع في عمر السنة، هل هو مناسب لحالته؟ يعني انت واثقة ان حالته محتاجة الدواء ده؟ مش يمكن محتاج حاجة تانية وحضرتك بتضيعي في وقت؟ مش يمكن الدواء ده يضره، يدهور حالته، او على الاقل مش هيفيده وانت بتضيعي في وقت؟ فيا جماعة مفيش حاجة اسمها الدواء ده مناسب للسن ولا لا، هو احنا بنوصف ادوية عشان خاطر مناسبة للسن؟ مفيش تفاصيل حالته عامله ايه. يعني انت النهارده رحت جبت دواء كحه من الصيدليه، مش يمكن الواد لا قدر الله عنده التهاب رئوي ومحتاج ادويه اعنف من كده بكتير عشان ننقذه، فانت تسيب الدنيا تتدهور؟ ودي قصه بتحصل كل يوم بسبب ان احنا بنجرب ادويه مش مناسبه للحاله، والطفل بيكون محتاج حاجه اكتر من كده. واحيانا امهات تجيب دواء مش محتاجينه، تروح تجيب مضاد حيوي مناسب للسن ده مفيش مشكله، بس ابنك اصلا عنده التهاب فيروسي مش محتاج مضاد حيوي. طب ايه اللي هيجرى لما اخد مضاد حيوي بدون داعي؟ ولا حاجه. خليت البكتيريا خدت عينه من المضاد، لما ابنك يتعب بجد الدواء مش هيجيب نتيجه. حاجه اسمها مقاومه المضاد الحيوي، ابنك يبقى محجوز لا قدر الله في المستشفى ومش لاقيين ولا مضاد ينفع له لانك جربت كل المضادات بدون داعي. فبعد اذنك مفيش حاجه اسمها الدواء مناسب للسن، مش هو ده الشرط الوحيد عشان ادي طفل دواء. لازم اشوف حالته فعلا محتاجه الدواء ده ولا لا. مفيش حاجه اسمها عنده اسهال اديله انتينال، ده مش طب. يعني احنا مش قاعدين في كليه طب بنذاكر كده. شكرا.